مساكم الله بالخير والسعادة والسرور. تلفزيون قطر الساعة 5:30، يعني بعد ربع ساعة مسوين حملة اسمها عون وسند لأهلنا وإخواننا في سوريا وفي تركيا. اللي متعاونين مع تلفزيون قطر، تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. فاللي حاب إنه يساهم، حاب إنه يتبرع، حاب إنه يكون عون وسند لأهلنا وربعنا في سوريا، يقدر يتبرع ويشارك معاهم من خلال البث التلفزيوني المباشر. بعض الإخوان الله يهديهم والله يسامحهم، ونصيحة من أخوكم لكم: لا تشككون ولا تتكلمون فيما يخص الجمعيات الخيرية اللي في قطر. اللي يبي يساهم يساهم، اللي ما يبي يساهم لا تشكك. ترى الأعمال والجهد العظيم اللي يقومون به جهد جبار، ولا في إنسان يخلو من السلبيات أو العيوب. وإذا كان في عيوب أو سلبيات فما راح تكون على حساب الشرف والأمانة والمصداقية في شغلهم. أنا أتكلم كشهادة، والله يشهد على كلامي. أنا اشتغلت معاهم في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان، يقومون بعملهم على أكمل وجه. أخطاء إدارية ولا أخطاء فردية هذه تحصل وتصير، كلنا فينا أخطاء، ما فينا إنسان نازل من السماء وكامل، كمال وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كذي اللي ما يبي يساهم لا تشكك، لا تشكك في جمعيات تنتمي لهذا الوطن، لا تشكك في جمعيات قاعدين يشتغلون ويتعبون ويشقون ويجمعون ويجتهدون ويحاولون انهم يرضون جميع الاطياف. فكل اللي اتمنى ان شاء الله ان احنا اليوم نساهم. طبعا ما في داعي ان واحد يقول روح ساهم، لان انا عارف الكل حاب انه يساهم، والكل حاب انه يشارك، والكل حاب انه اصلا يعني لو بريال يبي يساهم في مساعدة اخواننا الضحايا في زلزال سوريا ولا حتى تركيا. الله يجزيكم خير. وكلامي هالاخير ترى حق البعض وليس الكل.